أطلق اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد حملة لتكوين شركات نظافة من الشباب على مستوى 4 أحياء بالمحافظة، وأعلن أيضا مساعدة الشباب في بدء مشروعاتهم من خلال قروض ميسرة. من جهتها دعت نقابة المحامين في بورسعيد إلى اجتماع للجمعية العمومية للمشتغلين، وذلك لاختيار لجنة خماسية للدفاع عن حقوق المحامين بالتنسيق مع اللجنة الثلاثية القضائية المختارة التي تدير نقابة المحامين لحين انتخاب مجلس شرعي. من بورسعيد ينضم إليه الصحفي أحمد الجمال. أحمد، لماذا قرر المحافظ البدء في منح خدمات النظافة للشباب؟ نعم، محافظ بورسعيد ذلك بعد الخسارة الشديد الذي بدا من شركة النظافة الحالية مع المحافظة منذ 10 سنوات، وأطلق مساء أمس المحافظ حملة لشركات نظافة من الشباب على مستوى 4 أحياء من ضمن 7 هم أحياء بورسعيد. على من أبناء الذي أعلن شركة النظافة العاملة عن التعامل مع أكبر 3 أحياء بها، وطلب في اجتماعه مساء أمس مع رؤساء الأحياء ومدير عموم المديريات الخدمية والمتابعة شباب بورسعيد بسرعة تكوين شركات وخوض التجربة للتكاتف لمنطقة بورسعيد، وأعلن أيضا عن دعمه الكامل لهم عن طريق جهاز الإنقاذ والطوارئ بالمحافظة بأجهزته الكبيرة من لوادر وسيارات لتجميع القمامة في نقاط عينها الأحياء. وأشار أيضا اتفاقه مع الصندوق الاجتماعي على مد فترة سداد القروض لشركات النظافة الشبابية فوائد مركبة للمساعدة على شراء المعدات الخفيفة للنظافة، وتساعدها الأحياء أيضا بالمعدات الكبيرة وعمال الحي في عمليات التشجير بالمساحات الخضراء. طيب أحمد، هل تقدم أي من الشباب لهذه الحملة؟ بالفعل تقدم مجموعة من شباب مدينة بورسعيد إلى الحي، وجلس معهم بالفعل رئيس الحي للتعرف على إحصائية كاملة للعمارات السكنية بالحي، وأيضا في حي الزهور وفي حي الضواحي. طيب ننتقل إلى إضراب المحامين اليوم واجتماع الجمعية العمومية للمشتغلين لاختيار لجنة خماسية للدفاع عن حقوق المحامين بالتنسيق مع اللجنة الثلاثية القضائية المختارة لحين انتخاب مجلس شرعي. إلى أي خطوة وصلت إضرابات المحامين في محافظة بورسعيد؟ نعم، بعد الوقفة الاحتجاجية التي أقامها المحامون في بورسعيد أمس اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية، دعا صباح نقابة المحامين ببورسعيد إلى عقد جمعية رقمية في المحافظة للمشتغلين فعليا بالمحاماة والمتواجدين بمحكمة بورسعيد، وذلك لاختيار لجنة خماسية للدفاع عن حقوق المحامين ببورسعيد بالتنسيق مع اللجنة الثلاثية القضائية المختارة التي تدير نقابة المحامين لحين انتخاب مجلس شرعي. وقال المحامي أشرف العزبي أنه تم وضع شروط لاختيار عضو اللجنة الخماسية، وهي أن يكون عضوا بمجلس النقابة السابق ولا ينوي الترشح في الدورة المقبلة لانتخابات المحامين، وألا يكون من ضمن المرشحين المعلن عن اسمائهم خوض الانتخابات المؤجلة. وكان مقام بورسعيد قد أقاموا بالأمس وقفة احتجاجية بساحة محكمة بورسعيد وأمام مكتب المحكمة اعتراضا على إصدار قانون السلطة القضائية، وطلبوا بإرجاء عرضه لحين وجود سلطة تشريعية المنتخبة. وأصدر المحامون بيانا أكدوا فيه رفضهم للمواد التي وردت بالمشروع، ووصفوها بأنها تتعارض مع حقوق وحصانة المحامي المنصوص عليها بقانون المحاماة والمواثيق الدولية، وأنها تعوق أداء المحامين بدورهم. وطلبوا بأن يكون أي قانون يصدر لتنظيم الأعمال الداخلية في هيئة القضاء يكون قانونا استثنائيا في ظروف استثنائية، مؤكدين أنهم في حالة اجتماع دائم، وحذروا من تمرير المشروع بهذا الشكل. وهدد محامي بورسعيد أيضا بتصعيد الاعتراض من الوقفة الاحتجاجية إلى الاعتصام إذا ما تم تمرير القانون دون الالتفات إلى مطالبهم. شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من محافظة بورسعيد.